It's like bright. Mom. الأمريكان يحبوا يسوقوا أمها، صح يا زعيم؟ بدون أي تأخير في المقدمة، مش راح أبقى أشرح لكم شو هو الفيتيوبر وكيف بدأ وكيف تسوي واحد زيه، وخلينا نبدأ مع الفيديو. ليش في ناس تكره الفيتيوبر؟ الفيتيوبر هو شخص مش عايز يطلع وجهه الحقيقي لأنه يكون خايف من العين، ولهذا هو يختبئ خلف شخصية افتراضية، والناس تشوف هذه الكائنات المقرفة الحقيرة على أساس إنهم زي المتوحدين أو الملونين أو المشبوهين يعني. وهذه القصة جميلة تبدأ مع حبيبة مهام ميكو، لأن يعني ما شاء الله ميكو عندها معجبين من كل الأنواع مهما كان، يعني من أي مكان، مع أنها مجرد شخصية افتراضية ما فيش حد مختبئ خلفها. فهذا أعطى حد كبير من الإلهام، فخرج شيء اسمه الفيتيوبر. وفي 2016 ظهرت أول فيتيوبر في العالم اسمها كيزونا آي، وسوت محتوى من كل الأنواع، غناء إلى ردة فعل إلى ألعاب، وما شاء الله يعني سوت محتوى من كل الأنواع. ومن هنا ينتشر المرض المسمى بالفيتيوبر. بس هذا المحتوى لم يكن خالي من العيوب، وكان فيه أشياء زي الكذابين والنصابين والمنافقين، مثل الأولاد الذي يتشبهوا بالنساء، أو البنات الذي يكونوا لابسين من دون ملابس زي هذه البنت المحترمة يعني. حسب ما أذكر كان في فيتيوبر أجانب يطلعوا لي في الفيسبوك عن فيتيوبر مدبلجين زي هذه. وفيتيوبر زفت زي هذه. Mom. Don't call her mom. She's not yours. وكان محتوى هذه عبارة عن قلة أدب حرفيا، وكأي شخص عادي يشوف هذا النوع من المحتوى أكيد يعني مش راح يكمل فيه، صح؟ بس الأجانب لعبوها بطريقة أخرى، صاروا يستمروا في هذا النوع من المحتوى ويجمعوا مشتركين من هذا النوع، يعني يفتحوا محتوى منحرف حتى يجذبوا الناس القذرين على قناتهم. وللأسف فيديوهاتهم كانت تجيب مشاهدات عالية جدا، وكل واحد يلعبها بطريقته. الأولاد والبنات، الأولاد يتشبهون بالبنات، والبنات زلط ملط. الشخص اللي قاعد يقول لي إنهم هم أجانب ونحن عرب وما نصلح فيهم، للأسف دعني أقول لك إن العرب يحبوا كثير يتشبهوا بالإخوتهم الأجانب ويسووا حركاتهم المتلوية هذيك. وإذا أنت سألت أحدهم لماذا يقوم بهذه الحركات المتلوية، يقول لك لأنهم أجانب ومتطورين والكلام البايخ ذاك. وهذا خطأ، لأننا نحن كعرب ومسلمين يمنع علينا هذا، أما هم عندهم تفتح وحرية رأي. وللأسف دعني أقول لك أن حرية الرأي هذه عند الأجانب لم تصل عند العرب حاليا، ولهكذا حرية الرأي في جانب واحد فقط، هو جانب حزام الأب الخطير. وإذا كنت أنت تقلد في محتوى الأجانب وتنتظر من العرب أن يدعموك، فيأسفني أقول لك أنك تتلقى هجوم في منطقتك الحساسة، ثم يروحوا على ستورياتهم يبقوا يبكون ويقولون ليش تسبونني وأنا سويت لكم وهذه البداية وإلى آخره إلى آخره. روح شوف أنت شو عم تسوي، ثم ابكي في ستوريات على مشاهداتك الطايحة يا زعيم. بس لو كان من جد في محتوى جيد للعرب، هتلاقي يعني كمان في التعليقات السلبية عندهم، لأن الشعب العربي العظيم تجي أحيانا هذيك الدودة اللي لازم يعلق على أي شيء ما يعجبه حتى لو كان جيد، لأنهم شايفين محتوى البيض عند الأجانب فيظنون أن نفس الشيء عند العرب يعني. فيروح عندهم على التعليقات ويطلع كل كلمات الجميلة من الكيس وتلقاه زرع أسماء شجرة العائلة كلها. يا أخويا روح أهجم على محتواهم، ليش تهجمني أنا؟ لو كنت أنت من هؤلاء الناس الذي تجيهم الدودة من حين إلى آخر، روح فرغ غضبك عندهم، مو جيت تفرغ غضبك عندنا نحن. وإذا يعني أنا سويت من قبل فيديو كرينجي أو فيديو سخيف، ممكن يكون السبب لأني حطيت دماغي في سلة المهملات ونسيت ما رجعته يعني. وإذا يعني أنت شفت دماغي مرمي في أي مكان في الحاويات، يرجى إعادته إلى مكانه. والسلام عليكم يا جماعة.